ازيكم في قراقيش جديدة، وزي ما تعودنا بنكمل مع بعض قرقوشة قرقوشة عشان نكمل مجلتنا الفرفوشة. برافو عليكم. استنونا في أولى فقراتنا بس بعد البريك الصغنن قوي ده. اوعوا تروحوا في أي حتة. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة فرفوشة، ومعانا صاحبة لينا. يلا بينا نتعرف عليها ونسألها تعرف ايه عن الطفلة المعجزة فيروز. اسمك ايه؟ اسمي نورهان. نور، تعرفي ايه عن الطفلة المعجزة فيروز؟ انا بحب فيروز قوي قوي قوي، وهي شخصيه حلوه قوي، وكانت طالعه مع انور وجدي وهي بتقول له انت بابا وانت ماما وانت كل حياتي. انت بتحبي المشهد ده في الفيلم؟ وايه كمان بقى تعرفيه عن الطفلة المعجزة فيروز؟ بحب كل افلامها وكل اغانيها وكل حاجه بتعملها. بتحبي كل حاجه بتعملها. وايه كمان يعني مثلا ايه اكتر فيلم بتحبيه لفيروز؟ دهب. اسمك ايه؟ نوراي. واسمك ايه؟ دارين. تعرفوا ايه عن الطفله المعجزه فيروز؟ نعرف عليها معانا ريال انتوا بتحبوا مش بطل. طب يلا غنوا. معانا ريال ده مبلغ عالي مش بطال. لا 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 لا. معانا ريال مبلغ عالي مش بطال. لا 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 لا. برافو، حلو قوي. مين حفظها لكم؟ انتوا حافظينها لوحدكم من كتر بتتفرجوا على افلام لفيروز؟ اوكي. وايه اكتر فيلم بتحبوه لفيروز؟ دهب. تحبي فيلم دهب؟ وانا بحب فيلم دهب. تحبي فيلم دهب؟ اسمك ايه؟ اسمي سلمى. تعرفي ايه عن الطفله المعجزه فيروز؟ فيروز دي اللي هي ماشيه برضو بتاعت فيلم دهب، وقلدت رقصات كتير قوي. قلدت تحيه كاريوكا، وقلدت ساميه جمال، وعملت حاجات كتير قوي. وهي طفله معجزه ومش هتحصل تاني ابدا. مش هتتكرر تاني؟ مفيش طفله موهوبه هتيجي تاني زي فيروز؟ لا، هي فيروز دي بصراحه مميزه جدا، وانا بحبها وبحب اتفرج على كل افلامها. يعني ما اظنش في واحده تانية هتقدر تحقق اللي عملته فيروز. فيروز هي أشهر طفلة مصرية وعربية في السينما، وفيروز معروفة في السينما المصرية باسم فيروز هانم أو قطقوطة، نسبة إلى 2 من أنجح الشخصيات التي قدمتها في السينما المصرية. بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة بتقليد الفنانين، وكانت بدايات فيروز مع إسماعيل ياسين. تميزت فيروز على الرغم من صغر سنها بقدرتها الفائقة على الاستعراض والغناء والتمثيل. مثلت فيروز أفلام حتى وصلت لمرحلة بداية الشباب، ثم توقفت عن التمثيل وتزوجت من الفنان بدر الدين جمجوم، وهي أيضا أخت للفنانة نيلي. ولقد كرمت الفنانة فيروز في عام 2001 في مهرجان القاهرة السينمائي. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة منقوشة، وهسيب لكم انتي رانيا توريكم هتعمل ايه النهارده. ازيك يا انجي؟ الحمد لله.
مساء الخير لكل اصحابي الحلوين اللي قاعدين مستنيين قراقيش. انا زيكم كمان مستنيه قراقيش، بيبقى يوم جميل قوي عندي، فعشان كده النهارده فكرت اعمل لكم حاجه جميله زيكم. فكرت اعمل لكم فيش صغيره، كلنا بنحب شكل السمكه الجميله قوي وهي في الميه كده، فقلت اعمل معاكم شكل سمكه صغيره. ده طبق فوم عندي عادي خالص شارياه من الماركت، وادوات كلها موجوده عندنا في البيت، ورق كانسون، ورق كوريشه، العينين بتاعه الفيش بتاعتنا، ودي حاجات كده اكسسوري، ونشوف بقى هنعملها سوا ازاي. يلا بينا. هنبدا الاول نعمل البق بتاع السمكه من هنا كده، هنقصه على شكل 7 كده، تمام بالشكل ده. مش هنرمي دي عشان احنا اتعلمنا ان احنا ما نرميش اي حاجه، كل حاجه بنستخدمها. هنعمل بيها الديل بتاع السمكه بتاعتنا، ومسدس الشمع كده هنلزقها كده من هنا. نبتدي سوا نشوف هنزوق السمكه بتاعتنا ازاي. نبتدي نعمل لها العينين الحلوه بتاعتها، كده نعمل لها بقها كده. دي تاني خطوه عملناها، عملنا عين السمكه وعملنا الشفايف بتاعتها. نشوف بقى هنزوقها ازاي. كلنا بنتفرج على السمك الملون في حوض السمك، او اللي عمل غوص تحت الميه في البحر الاحمر او في اي مكان، شاف اسماك جميله والوانها حلوه قوي. نحاول نقلدها كده شويه. نعمل الزعانف كده بتاعت السمكه. سوا الزعانف، حاضر. ونبتدي بقى سوا نكمل الزعانف بتاعت السمكه بتاعتنا، نختار لها الوان جميله كده. بحب السمك قوي على فكره، كل اصحابي الحلوين بياكلوا سمك، يا ريت نكون كلنا بناكل السمك عشان هو مفيد قوي قوي. بعدين احنا هنا في اسكندريه، مفيش اسكندرانيه ما بياكلوش سمك، مش كده يا اصحابي؟ يلا نكمل. وهنكمل بقى سوا السمكه بتاعتنا، نعمل لها شفايف حلوه كده زيها. ايه رايكم نعملها فوشيا؟ يلا بينا نعمل لها شفايف حلوه. اوكي نبتدي بقى نلزقها. احنا السمكه بتاعتنا دي دلوعه كده وعايقه شويه، ممكن نلبسها حلق. ايه رايكم؟ يلا بينا. سمكه اسكندراني بقى. ده كان الشكل النهائي للسمكه بتاعتنا، كلها افكار بسيطه وموجوده عندنا في البيت. اوكي ثانيه بس، هو الحلق شويه يا ودنها صغيره شويه بس. تمام، يا رب تعجبكم. الله جميله قوي. شويه وتنزل البحر. بتاكلي سمك ولا لا؟ طبعا لازم كلنا ناكل السمك، احنا اسكندرانيه مش كده؟ نسميها ايه بقى؟ نيمو. نسميها نيمو. اوكي. يا رب تعجبكم. اوكي. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقره قرقوشه منقوشه، نشوفكم في فقره تانية.
ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة مروشة، والنهارده هنتفرج على مجموعة انتيكات. يلا بينا نشوف الفيديو ده. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة موهوبة، ومعانا صاحبة لينا. يلا بينا نتعرف عليها ونسألها ايه موهبتها. اسمك ايه؟ اسمي مريم. مريم، ايه موهبتك؟ موهبتي التمثيل والغنى. بتحبي تمثلي وتغني؟ طب النهارده بقى هتغني لنا؟ اوكي. ايه اكتر اغنية بتحبي تغنيها؟ بتاعت سماسي من ثاني اكسيد الكربون. بتاعت جنى والفنان هاني رمزي. الله دي جميلة قوي. طب يلا غنيها بقى وبصي للكاميرا.
السماسم رايح فين يا سماسيمو؟ رايح اجيب الديب من ديله. الديب ولا الديبة؟ ديبة يا لهوي منك. رايح اجيب الديبة من ديلها، بس على الله يكون لها ديل، وان معرفتش اجيبها حاسبها ضل قلتم طول الليل. يعني طلعت ديبة مش ديب، اما انت سماسم غريب. انا برضو اللي غريب ولا انتي؟ ايه صحاكي مش كنتي نمتي؟ وافرض نمت عاوز تنزل وبتتسحب. يا سماسم منك كده هتسيبني في شقة طويلة عريضة في بيت انا مش عارفة. وفريدي يعني انتي هتغنيلي؟ طب يلا بقى، انا عارف انك امورة كبيرة وعقلة وما بتخافش، شكلك كده هتزعلني وتخلي مبدأها معاك قفش. انا عارف انك امورة كبيرة وعقلة وما بتخافش، شكلك كده هتزعلني وتخلي مبدأها معاك قفش. قفش بنتي انا تقولي قفش؟ حاجة حلوة قوي ما شاء الله. من النهاردة لازم تعرف ان البيت ده بقى فيه ست، لو هتنزل تبقى ترجع اخرك 9:09 برافو، جميلة قوي، ميرسي يا مريم. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقرة قرقوشة موهوبة، نشوفكم في فقرة تانية. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة خصوصة، والنهارده قصتنا عن بسنت ودياستي. يلا بينا نعرف شوية معلومات عن بسنت ودياستي. بسنت ودياستي هو مسلسل كرتون مصري يدور في إحدى القرى بالصعيد، ومدة الحلقة 7 دقائق تقريبا، وهو من بطولة الفنان صلاح عبد الله يقوم بدور دياستي، ومعه حنان ترك تقوم بدور بسنت. ودياستي هو رجل قروي يملك مقهى، ويحاول إقناع أهل القرية بأنه أهم بكثير مما هو عليه عبر اهتمامه بالتكنولوجيا والتقدم. عرض المسلسل في رمضان، وهو عبارة عن رسوم متحركة في إطار كوميدي، وفي كل حلقة يحاول دياستي البحث عن حل من الحلول التي سمع عنها في التلفزيون أو من خلال الإنترنت، ويقرر أن يتبناها لتكون جزء من نمط حياته. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقرة قرقوشة خصوصا، نشوفكم في فقرة تانية.
ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة مقصوصة اللي بنعرف منها معلومات من جميع انحاء العالم. ومعلومتنا النهاردة دقائق على الفيسبوك تحسن شهيتك. رغم أن جميع الدراسات أكدت أن البقاء لفترات طويلة على مواقع الفيسبوك وتويتر يؤدي إلى فقدان القدرة على التركيز والميل إلى العنف، فإن هناك دراسة أمريكية حديثة أظهرت أن قضاء 5 دقائق فقط يوميا أمام تلك المواقع يلعب دورا حيويا وفعالا في دعم الشعور بالثقة وتحفيز الشهية. ودلوقتي يا أصحابي خلصت فقرة قرقوشة مقصوصة، نشوفكم في فقرة تانية. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة قرقوشة، ومعانا انتي رانيا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ازيك يا انجي؟ الحمد لله. احنا هنكمل مع بعض نعمل ايه بقى برنامجنا النهارده ونعمل قرقوشه. قرقوشة هنعمل بطاطس بوريه، فهنعملها سوا. عندنا بطاطس مسلوقه، هنقول لمامي يا مامي اسلق لنا بطاطس سهله قوي عشان ما نولعش احنا البوتاجاز. وعندنا لبن ومايونيز وملح وفلفل وكمون وبقدونس اخضر وزبده. اوكي يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. نحطها هنا الاول كده عندنا. تيجي بقى ايه، نهرسها كده بالشوكه يا انجي. بصي كده ببساطه خالص. فكره طعمها يجنن، بحبها قوي. تحبيها؟ اكلها بقى دلوقتي، ما اعرفهاش. اوكي يا رب تعجبك. احنا نتعب مامي في حاجه واحده بس، انها تسلق لنا البطاطس، واحنا هنكمل بقى كل حاجه. اوكي تيجي بقى نضيف لها شويه لبن كده صغيره، نعجن تاني فيها كده. واللبن حسب ما انتي تشوفي هي لسه عايزه ولا لا، فممكن نحط حبه صغيرين كمان، صغيرين قوي قوي. عارفين منين؟ انتي هتلاقيها لسه مش متجانسه مع بعضها، مش يعني. بصي اللبن هيخليها تعرفي تهرسيها اكتر كده، هيساعدك على كده. اتفقنا؟ اتفقنا. انتي حطي حبه صغيرين بحبه صغيرين، ونبتدي بقى نكمل كده سوا. حط قطعه زبده صغيره قوي قوي، ما نكترش. كفايه دي كمان. كفايه مش هكتر، ما تخافيش. برضو دي طعمه حلو قوي. مامي بقى اللي كانت بتعمل لك الاكله دي زمان ولا مين؟ ايوه مامي، بس انا كمان كنت بحب المطبخ قوي. دي حاجات سهله جدا. دي مامي يعني. سهله قوي. مش احنا اتفقنا ان البنوته الشاطره لازم تبقى شاطره في المطبخ كمان؟ مش بس في السكول او مش بس في حاجه معينه. كده تقريبا يا انجي بقت كلها متجانسه مع بعضها. ايه رايك؟ صح. ممكن تساعديني شويه؟ اهرسهم. وريني، امال هتساعدي ازاي مامي في البيت يعني؟ اهو بحاول. برافو عليكي. وانتي بتشتغلي كده ممكن احط الملح بعد اذنك، وانتي تقلبي بقى على طول. ملح، شويه فلفل صغننين قوي. تمام. واهم حاجه في البطاطس دي الكمون، متنفعش خالص من غير كمون يا انجي. كفايه. اوكي كفايه. واحنا اتفقنا ان احنا الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا بايه؟ ان احنا نحط حبه البركه في كل اكلنا. البركه. تمام. ممكن كمان نحط معلقه مايونيز. ايه رايك؟ نقلب كل ده؟ هتقلبي كل ده؟ انت تعبتي من بدري كده. اتفضلي، هي معلقه واحده بس.
هاتي يا انجي اساعدك يا انجي، برافو عليك. يلا ممكن اكمل؟ يا ريت. لا يمكن عشان دي كميه كبيره شويه، لكن انت في البيت لو عملتي بطاطسايه واحده بس انت على قدك كده هتعرفي تعمليها. اتفقنا؟ اتفقنا. نحط ايه بقى بعد نقطه كده؟ زيت زيتون. اتفقنا ان هو مفيد قوي جدا جدا للشعر للبشره ولكل حاجه. والبشرة. انا بصراحه بستخدمه في كل حاجه، في السلطه كمان. زي حبة البركة كده. بس طبعا مش هنقدمها بالشكل ده، يعني نحاول نقدمها بشكل جميل. يلا بينا. ممكن نستخدم فلفل الوان تيجي بقى نشوف ذوقك بقى يا انجي. وبقدونس. طبعا ده هو اهم حاجه فيه بقدونس، ما تخافيش. يعني نحاول نظبطها كده شويه. ايه رايك؟ تمام. تمام. نبتدي نكملها بقى بالبقدونس. يبقى شكلها حلو قوي. يا رب تعجبك، تعجب كل مشاهدينا طبعا، ويعرفوا انها فكره سهله جدا. صحابي بقى يعملوها يتسلوا فيها كده. اتفقنا. طب احنا مدوقناش انجي، ايه رايك تدوقي؟ انت تعبتي معانا النهارده. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها حلو قوي. البطاطس بيوري دي جميله قوي. ميرسي يا انجي، يا رب تعجبكم وبالهنا والشفا. للأسف يا صحابي خلصت قراقشنا. استنونا في قراقيش تانية، بس اللي عايز يتواصل معانا يشوف كارتون أو يسمع أغنية أو يحتفل بأجمل يوم في حياته هو يوم عيد ميلاده، يبعت صورته واسمه على قناة اسكندرية برنامج قراقيش. على فكرة احنا اتبسطنا معاكم قوي، يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا معانا. باي باي.